اللحمه يا حبايبي، ده البتنجان بقى ليه اهو. هنا حطيت بصوا شويه الزيت قد ايه، شويه صغيرين خالص اهو. يا دوب بس هاخد اللحمه، هاخدها صدمه هنا، وبعد كده اطلعها احط ميتها بقى تغلي ونسلقها مع بعض. الحله خلاص سخنت يا حبايبي اهي اهي. تاخد بس صدمه هنا، بعد الصدمه بقى نحط لها ايه، شويه ميه مغليين اهي. هنسيبها بقى لما تاخد وش وارجع لكم. حبايبي اللحمه خلاص خدت وش اهي اهي. ودي ميه بتسخن ليها اهي، هحط عليها الميه وارجع لكم. حطيت الميه يا حبايبي، حطيت ميه تانية اهي. هنسيبها بقى تستوي ونشوف بقى السبانخ بتاعتنا. البصلايه اهي يا حبايبي، خرطتها قطع صغيره. الحله كان فيها ميه والبصله غسلاها فيها ميه برضو. هستنى اما الميه تنشف. اول ما الميه تنشف هنحط شويه الزيت بتوعنا كده. خلاص الميه حطينا شويه زيت اهو. هنستنى بقى لما تتحمر او تدبل شويه كده ونرمي عليها فصين توم. البصلايه هي يا حبايبي لسه ما احمرتش حتى ولا اصفرت حتى لسه. شويه كده واحط عليها التوم اهو اهو، مقطعاه قطع صغيره خالص. حطيت فصين التوم يا حبايبي اهو. وكمان محلاهم لما يتدقوا، يعني لما تدقيهم كده وتحطيهم في الصلصه نيين بيبقوا حلوين برضو. يلا بقى مره كده ومره كده. خلاص اول ما تصفر هكب الطماطم. رجعت لكم اهو البصلايه اهي. كفايه قوي كده كويسه. اهي هنسيبها بقى تتسبك. ولما تتسبك هنرمي فيها السبانخ. التوابل اهي يا حبايبي، ماجي، كمون، فلفل. انا ما بحطش اكتر من كده في الاكل، في اي اكل عندي. هي دي التوابل بتاعتي، ما بزودهاش عن كده عشان ما بنحبش ريحه التوابل في الاكل. حطيت شويه رز اهي.
هحمر دول، هحمرهم وبعد كده اكب بقيه الرز. السبانخ يا حبايبي كانت في الفريزر، هحطها بقى كده متلجه. السبانخ يا حبايبي حطيتها وقلبتها في الصلصه. هنغطي بقى، هنسيبها بقى تستوي. شويه الرز احمر اهو. انا كده هعمل رز حبايه وحبايه، يعني حبايه صفرا وحبايه بيضه اهي. هنكب بقى عليها الرز التاني. ده اسمه الرز حبايه وحبايه. نقلبه شويه كمان لسه. اهو وانا بعمل طبقين بطبقين عشان غلط الرز يقعد وتسخنوه. غلط الرز يقعد لتاني يوم، وتاني يوم تسخنوه وتحطوه على الاكل. غلط، غلط صحيا. فياريت ما تعملوش الغلطه دي تاني. احنا كنا بنعملها كتير ولما عرفنا بطلته. كده خلاص اهو. هسقيه بقى ميته وارمي واحده ماجي عليه. حطيت اهو واحده ماجي. هنحط بقى شويه ملح اهو. حطيت الماجي والملح. هطفي بقى عليه واسيبه على الساعه 5 كده. هقيد عليه، احط شوربته، احط له الشوربه بتاعته واولع عليه البوتاجاز عشان ناكله سخن على الفطار. وكده خلاص خلص اهو. اهو طفيت البوتاجاز خلاص. هغطيه بقى واسيبه لغايه الساعه 5 كده واقوم معلقه عليه تاني. بصوا حبايبي، انا بسيب الرز، يعني شويه الرز اللي بحطهم على السبانخ بسيبهم كده على الوش. مش اول ما بحط السبانخ بقلب، لا، لان انا لو حطيت الرز، لو انا حطيت الرز وقلبت بيلزق في قعر الحله وهو ني. انما انا بسيبه هنا كده على الوش. لما يستوي بيستوي على الوش هنا، وبعد ما يستوي بقوم مقلباه في قلب السبانخ. هو كده استوى اهو. انا حاطاه من شويه اهو استوى اهو. هقلبها بقى. كده خلاص. اوعوا تحطوا شويه الرز اللي بنحطهم على السبانخ وتقلبوها على طول، لا. بعد ما تحطوا شويه الرز على السبانخ بتخلوهم كده على الوش وتغطوا. اول الرز ما تحسوا ان هو استوى بتقوموا مقلبين. لسه ما استواش بتسيبوه لما يستوي. انا كده خلاص استوى الرز، فروحت مقلباه على السبانخ اهو اهو. اهو خلاص السبانخ كده خلصت. هنطفي عليها بقى. طفينا عليها خلاص. دي اللحمه لسه، وده الرز احنا حمرناه مع بعض اهو وركناه لحد الساعه 5 ما تيجي. اول ما اخلص ان شاء الله واغرف هوريكم الاكل. الاكل اهو يا حبايبي. اللحمه، ده البتنجان المخلل اهو، ودي السبانخ، ده الرز. لو عجبكم الاكل ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم.